طيب بعد ما عرفنا أهمية ال FTP وإزاي نستخدمه وكل الكلام ده، هنخش على تاني بروتوكول مهم اللي هو ال SMB. البروتوكول ده شبه جدا ال FTP ولكن أساسا كان معمول للويندوز. اوكي. طيب بيقول لك ايه، هو بروتوكول بيستخدم علشان نعمل كونكشن ونترانسفير الداتا بين او نعمل شيرنج للداتا بين الهوستس. اوكي. طيب بيشتغل بنظام ايه؟ بنظام الكلاينت سيرفر، ان هو بيبقى فيه كلاينت وفيه سيرفر. السيرفر ده بيبقى عليه كل الداتا، والكلاينت بيتصل عليه بيشوف الداتا اللي محتاجها وياخدها. تمام. بيعتمد على تي سي بي، وهو اساسا معمول للويندوز، وبعد كده بقى معمم عن طريق حاجه اسمها السامبا. السامبا ده بقى دلوقتي نقدر نستخدم البروتوكول ده من خلال اللينكس. اوكي. طيب بيقولك ان هنا السامبا ده بيخليك توفر انك تستخدم اس ام بي من خلال يونكس او لينكس. والاس اي اف اس ده نسخة قديمة من البروتوكول. طيب اهم البورتس اللي احنا لو شفناها في خلال الانيميشن نعرف ان الاس ام بي شغال. هو البورتس دي وال445 ده اهم بروتوكول الاس ام بي. خلاص. طيب ايه الصلاحيات الموجودة في الاس ام بي؟ في الريد، وفي الاكسكيوت، وفي الفول اكسس. خلاص. فده شبه الصلاحيات الموجودة على ملفات اللينكس. طيب زي ما احنا في الاف تي بي دخلنا على السيتنجز وشفنا اهم السيتنجز اللي بتبقى بتحدد الاتصال في الاف تي بي، كمان هنا في حاجة اسمها ديفولت كونفيجريشن فايل. الفايل ده من خلاله بنشوف اهم الكونفيجريشنز اللي من خلالها نعمل كاستمايزيشن للاتصال، ونتحدد نعمل كنترول لاي حاجة احنا محتاجينها. فده كده مثال بسيط او مثال سريع للconfigurations. وهنشرح اهم الاعدادات. مثلا الاعداد اللي هو جلوبال ده بيقول لك ده اعدادات العامة للسيرفر. الورك جروب ده اسم كل المجموعات. السيرفر سترينج او ده اسم السيرفر اللي احنا بنظهره للي بيتصل من خلالنا. هنا بقى لو اي حد يوزر دخل غلط بيتحول لجست، فده بيبقى ليه limitations. هنا بقى زي الانونيمous لوجن ان انا بقول له اعمل ينفع اي جست يخش يكونكت ولا لا، وهكذا. تمام. في بقى برضو اعدادات خطيرة مش بتبقى يفضل ان انت تفتحها على طول، لان هي بتفتح باب كبير للاتاكر. والاعدادات دي بالتالي لو هي مفتوحة على التارجت ماشين فبتبقى باب كبير للاتاك. خلاص. دي اهم الاعدادات اللي احنا بتبقى حساسة. ده مثال سريع عنها. طيب بعد كده هنخش بقى في الكومنتس وازاي نستخدم اس ام بي، ولازم نفهم البروتوكول ده شغال ازاي عشان نعرف بعد كده نعمل عليه انيميشن ونعمل له اتاك من خلال المعلومات اللي اتعلمناها عنه. خلاص. فهنا اول حاجه ان انا لو عايز اعمل ستارت السيرفر الخاص بالاس ام بي ده الكوماند الخاص بينا. تمام. طيب هنا اول حاجه تعال نفهم يعني ايه فايده الكوماند ده وشكله ازاي. اس ام بي كلاينت دي التول اللي احنا بنستخدمها في الاس ام بي كونكشن. خلاص. داش ان ده انا بقول له زي حاجه زي كده انونيمous لوجن ان انا بخش من غير يوزر ولا باسورد. وده داش ال وريني كل كونتنت اللي مفتوح في الشيرنج. وده الاي بي الخاص بالتارجت. طيب لو احنا جينا هنا في البول بوكس ودخلنا نشوف المثال ده عملي، ناخده كده كوبي. اوكي. نفتح باش سكريبت ونقول له اعمل لي بيست هنا. جميل. ونغير الاي بي بالاي بي اللي هو مديهولنا في المثال. تمام. شوف هل في حاجات ممكن تظهر ولا لا. تمام. شايف ظهر الملفات اللي معمول لها شير. انا عرفت اخش من غير باسورد ولا يوزر نيم. ودي مثال سريع كده بشكل عملي. طيب تعال نخش على اللي بعده. اه لو احنا بقى عايزين نخش على فايل معين او فولدر معين، فاحنا بنكتب اس ام بي ونكتب داش الاي بي، وبعد كده الاسم الفولدر او الفايل اللي احنا عايزين نخش من خلاله. فاحنا هنا مثلا وليكن في وليكن هنا عايزين نخش على الفولدر ده اللي هو اي بي سي. فلو عملنا كده هنغير الاي بي اللي هو مديهولنا هنا. كوبي. نيجي هنا نعمل بيست. جميل.
وليكن الفايل ده انا عايز اخش من خلاله. تمام. هنا طبعا هيبقى طالب مني باسورد وايميل، فانا مش هخش من خلاله، ولكن ده انا بوريك الشكل اللي احنا نخش بيه على فولدر مثلا معين. هنا الباسورد والايميل ده هنشوفه بشكل هنعرف نجيب الباسورد واليوزر نيم ازاي، ولكن في الامثله الجايه. طيب، دي اهم الاوامر اللي هي الخاصه بالاس ام بي كلاينت او التول اللي احنا بنستخدمها. كنت ببص عليها كده بشكل سريع ازاي تجيبها من خلال كلمه هيلب. احنا لو عملنا كده هيلب، سوري، هيلب، دي الأوامر اللي احنا بتوفرها لنا التول. وهنا لو عملنا كونكشن أساسا بيديك البيانات، ولكن أنا مش عامل كونكشن فمش هيديك. خلاص، ده الشكل اللي هيظهره لك لو في كونكشنز موجودة. طيب، تحميل الملفات، لو أنا عايز أحمل ملف، فده شكل الكوماند، بقول له جيت واسم الملف بشكل طبيعي زي الاف تي بي بالظبط. طيب، في حاجه جميله جدا الاس ام بي كلاينت موفرها لنا، ان انا بدل مثلا انا عايز اعمل كوماند على الجهاز بتاعي الخاص، فبدل ما اطلع اعمل اكزit واخش اشوف اعمل الكوماند اللي انا عايزه واخش تاني، لا، فانا لو حطيت كلمه قصدي الكاركتر اللي هو علامه التعجب واي كوماند بعديه، فانا بقول له اعمل لي الكوماند ده على اللوكال ماشين بتاعتي مش على الاس ام بي. خلاص، فده شكل جميل يعني، حاجه مفيده. فهنا عمل الاس، شاف الفايلز اللي موجوده عنده على الماشين بعد ما عمل لها داونلود والايه موجود، وبعد كده فتح الفايل وشاف الكونتنت اللي موجود جواه. خلاص، لو انا عايز اعرف بقى شكل الكونكشن والستاتس الخاصه بالكونكشن زي ما عملنا في الاف تي بي في السيشن اللي فات، بكتب الستاتس. هنا بكتب برضو اس ام بي ستاتس، وانا بيديك معلومات عن الاتصال الحالي. جميل، مين المتصل ومنين وعلى اي شير. طيب، احنا بقى دلوقتي دخلنا في المهم. انا بقى لما ابقى عارف ان الاس ام بي مفتوح، خلاص البورت ده مفتوح، فانا عايز اعرف معلومات اكتر من خلال ام ماب، من خلال الانيميشن. فبقول له نفس الشكل ده زي ما احنا عملنا في الاف تي بي، كل اللي احنا هنعمله في الاف تي بي هيعتبر هنعمله في الاس ام بي. هنا بقول له افتح لي، تعالى ناخد كوبي كده ونعمل اكسит. خلاص، ونفتح نغير الاي بي ده بالاي بي اللي هو مديهولنا. تمام، هنا بقول له ايه، بقول له اعمل لي شوف لي كل المعلومات الخاصه بالسيرفيس والفيرجن بتاعها. هنا شغال السكريبتات الجاهزه بتاعتك، ودول البورتس اللي انا عايز اشوفهم. فهنا دول البورتس الخاصين بالاس ام بي. خلاص، هنا هيعمل الانيميشن بتاعه، ممكن ياخد وقت. انا هوريك المثال هنا طلع لي ايه. طلع لي ان التو سيرفيس دول شغالين على تو بورتس اللي انا عملت انيميشن عنهم، واداني الفيرجن الخاص بيهم. الفيرجن ده معلومه مهمه، وشويه معلومات قد تكون مهمه او قد تكون غير مهمه. طيب، في تولز تاني مهمه، مش ال اس ام بي كلاينت بس اللي بستخدمها. في تولز تاني مهمه جدا بتساعدني في عمليه الانيميشن عن الاس ام بي بروتوكول. طيب، اهم التولز دي على حسب ما هاك ذا بوكس اداها لي، قال لي ان في تول مهمه اسمها الار بي سي كلاينت. ار بي سي كلاينت دي بنستخدمها ازاي؟ فانا بديله اسم طبعا التول، وبقول له داش يو اللي هو من غير، انا بقول له لو هنا في يوزر نيم وباسورد بحطهم، لو ما فيش بدي زي كده علامه تنصيص فاضيه، وهنا الاي بي الخاص بالجهاز. طب تعالوا نشوف مثال كده للار بي سي كلاينت. هنا هنغير الاي بي خاص بالمثال بالاي بي اللي هو اداها لنا في هاك ذا بوكس. تمام، لو عملنا انتر هتلاقيه دخل، فانا كده دخلت كانونيمس وهو فاتح لي دخول كانونيمس. طيب، ايه الاوامر المهمه او ايه الاوتبوت اللي بنطلع بيه من خلال استخدام التول دي؟ تعال نمشي كده واحده واحده. اهم الاوامر اللي بنستخدمها في ال RPC client هي السيرف انفو، ده بيديك معلومات عن السيرفر. الانم دومينز ده بيديك معلومات عن الدومينز، اهم دومينز موجوده. يعني مثلا لو ده مثال كده بيوريك الاوتبوت الخاص بكل كومنت. خلاص، ده معلومات السيرفر، معلومات الدومينز، معلومات كل دومين. خلاص،
ده معلومات الشيرز. هنا برضو دي معلومات عن الشيرز. اخر حاجة بص هنا، اخر حاجة بيقول لي ان هو من خلال الانيميشن بالار بي سي كلاينت بجيب معلومات مهمة زي اليوزرات الموجودة، الجروبس، الشيرز، البوليسي الخاص بكل باسورد، وهكذا. ده بيساعدنا في ايه؟ بيساعدنا في البروت فورس، بان احنا نعمل جيسنج للباسورد الموجود. وبعدين بقى في الموديولز القادمة في حاجة اسمها الليترال موفمنت، ان انا بقدر اخش على جهاز من خلال جهاز تاني. خلاص. فازاي نعمل نستخرج برضو اليوزرز من خلال حاجة اسمها enum دوم يوزرز. فهنا جبنا تو يوزرز مهمين واسمائهم والاي دي بتاعهم، حاجة مهمة. لو عايز بقى معلومات بس عن يوزر معين، فانا بكتب كويري يوزر معين. تعال نشوف كده الكومنت ده على البوكس هنا هيدينا ايه. مجبناش حاجة، ماشي. ونفس اللي عملناه في اليوزرز نقدر نعمله في الجروبس. خلاص. اقول له كويري جروب واديت له الاي دي الخاص بالجروب، هنا بيديني معلومات عن الجروب. طيب في بقى كوماند مهم، ده كوبي زي ما هو وبيست. نخش نغير بس الاي بي، هيديني المعلومات عن اليوزرز بشكل احترافي وبشكل مفلتر زي ما انت شايف كده في المثال اللي قدامك. خلاص. هنا بس عشان عامل لي limitations في البوكس، فانا مش قادر اجيب يوزرز، لكن هوريكم ان شاء الله بعدين ازاي تجيب يوزرز في الموديولز الجاي. طيب في بديل سريع مهم في التولز برضو اللي احنا بنستخدمها في الاس ام بي، اللي هي حاجه اسمها اي ام باكيت. الاي ام باكيت دي تول كل وظيفتها ان هي تديني معلومات عن اليوزرز والجروب اللي موجوده على الشيرز. خلاص. برضو الاس ام بي ماب دي بتديك كل الفايلز اللي معمول لها شير والبرميشنز الخاصه بيها، سواء كانت ريد او رايت او نو اكسس. خلاص. برضو من الادوات المهمه الكراك ماب اكزاكت. الكراك ماب دي بتساعدني في ايه؟ ان انا بخش اشوف برضو بشوف البرميشنز الخاصه بكل شير وكل الشيرز المتاحه. خلاص. ولو احنا لقينا حاجه اسمها مثلا نيد رايت، فاحنا كده قادرين ان احنا نرفع وننزل نعمل جيت لاي ملفات على الشير. خلاص. اخر تول معانا اللي هي انم فور لينكس. التول دي ايه اهميتها؟ ان هي بتديك معلومات جاهزه بشكل كبير جدا وبشكل سريع من غير ما انت تقعد بقى ايه تخش في تفاصيل. فاحنا اول حاجه بنحملها من الجيت هاب، وبعد كده بنستخدمها بالشكل ده. خلاص. طيب تعالوا مع بعض نشوف الامثله المهمه اللي احنا قد نحتاجها في استخدامنا للاس ام بي. ده اول مثال، ان احنا بنعمل اتصال بدون يوزر نيم او باسورد. خلاص. نغير الاي بي، نشوف هل في اتصال انونيمous ولا لا. جاب لي ان في ملفات متشيره من اهمها الاس ام بي شير. ده هنخش عليه عن طريق ان احنا نكتب الاس ام بي كلاينت وناخد اي بي داش الفايل اللي احنا عايزين نشير عليه او نخش عليه، وليكن الاس ام بي شير. خلاص. نغير الاي بي برضو، يبقى الاي بي ده. تمام. خش. عملت كده. شايف دي كل الفايلز اللي موجودة في الفولدر اللي هو اسمه اس ام بي شير. ولو انا عايز مثلا اخش على الفايل اللي هو اسمه contents مثلا، اعمل ls. شايف من خلاله عرفت اخش على الفلاج. لو انا عايز احمل الفلاج اقول له get flag.txt. خلاص الفلاج اتحمل. لو انا عايز اشوف الفلاج متحمل ولا لا، بعمل داش بعمل قصدي علامة تعجب وال اس عشان اعمل اي كوماند خاص على الجهاز بتاعي. خلاص. انا عرفت ان الكوماند ده موجود. دي حاجة من اهم الحاجات انت. طيب ده مثال سريع ومثال مهم جدا برضو، كان لازم تشوفه بشكل عملي.